السلام عليكم. جبت لكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة قمر كده. الكيك فلان كيك او قدرة قادر، واللي انا شخصيا بسميها الحب كله. حقيقي تستاهل يتقال عليها الحب كله. بصوا متماسكة جدا اهيت، والكريم كراميل مظبوط جدا، مش سايح ولا حاجة. هقول لكم مقاديرها مظبوطة وتطلع منكم مظبوطة كده قوي ازاي. شايفينها اهي، الكراميل بتاعها والكريم كراميل مظبوط جدا جدا، يعني حقيقي يستاهل يتقال عليها كيكة الحب كله. انا شخصيا بسميها كده يعني، طعمها رائع. بس قبل بقى ما ابتدي نشوف الوصفة بتاعتنا، ننزل نعمل لايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل فيديو جديد اول ما ينزل. يلا نسمي بسم الله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي دول 4 بيضات، 2.5 كوب لبن ده، وعندي ده نص كوبايه سكر ونص كوبايه سكر كمان، وهقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي. تمام كده. عندي بقى طاسه على النار او صينيه او اللي انتي حباه، نص كوبايه السكر وعليه ربع كوبايه ميه. ده انا هعمل الكراميل اللي هو في الاول. تمام. انا هحرك الصينيه كده بالراحه علشان ما يسكرش مني، يعني بالراحه كده على نار عاليه طبعا، وهي نص كوبايه سكر على ربع كوبايه ميه. ابتدي بقى اجيب سباتشلا والم اللي في الجناب ده عشان ما يسكرش فوق ويلزق وتاخد كلها لون واحد مره واحده. الم اللي في الجناب كده بالراحه خالص، بس بعد طبعا السكر ما داب خالص بقى زي ما انا كده، لغايه ما يبتدي ياخد معايا لون اهو. بدأ ان هو خلاص ياخد اللون بتاعه. انا مش هغمقه قوي عشان لسه هياخد لون اصلا هو في الصينيه اهو. بس كده انا عايزاه ذهبي فاتح كده، مش هغمق. عندي القالب بقى بتاعي، هدهن نقطه زيت بس كده. طبعا انت ممكن تعملي في اي قالب انت حباه، يعني مش شرط القالب ده. هصب الكراميل بتاعي اللي انا عملته، بس خدوا بالكم بقى عشان لسعته وحشه جدا، خدوا بالكم من ايديكم. اوزعه كده كويس في القالب من تحت، وهركن القالب بتاعي بقى على جنب. وفي خلاط بقى هحط 2.5 كوب اللبن، وهحط ال4 بيضات، واحط نص كوبايه السكر التانية، وهحط معاهم معلقه فانيليا، وهضربهم كويس في الخلاط بس، وبمصفى كده، واصب الخليط بتاعي في قلب القالب عشان بس يطلع ناعم معايا، ما يطلعش ايه يتفتت معايا بعد كده. عندي بقى كوبايه دقيق، ربع كوبايه كاكاو، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن. هاخد الزيت والسكر والبيض واللبن في الخلاط، عندي بيضتين كمان اهم، ومعلقه فانيليا عليهم، وهضرب تاني في الخلاط. اقول لكم تاني مقاديرها. نص كوبايه دقيق، ربع كوبايه كاكاو خام مش محلى، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، ومعلقه بيكنج باودر، رشه ملح، ونص معلقه خل صغيره. وهضربهم برضو في الخلاط، كله في الخلاط كده، وهصبهم في القالب. وطبعا ده كله مش هيبقى مختلط ببعضيه، هو هيفصل. هي عشان الخطوه دي بقى كده يتسمى قدرة قادر، ان انتي بتصبيه كله في بعضيه وبيفصل. عندي معلقه خل بقى كده في صينيه ألمونيا بقى عشان توزع الحراره كويس على القالب بتاعي، وهحط عليهم 2 كوب ميه بتغلي. طبعا الفرن بتاعي متسخن على درجه حراره 180 اهو. انا هحط القالب كده في قلب الصينيه واحطه في الفرن. تمام. هياخد قد ايه في الفرن؟ في الرف اللي في النص درجه حراره 180 هياخد قد ايه في الفرن؟ هياخد
ساعة وربع في الفرن، وهعمل له تيست زيه زي اي كيكة بخل سنين او سكينة او شوكة. هتغرزيها كده في حرفها، تطلع نضيفة، تعرف ان هو خلاص تمام كده استوت. هي كده فصلت عن بعضها على فكرة، اللي فوق ده مجرد قشرة خفيفة. دي الكيكة بتاعتي، قدرة قادر او فلان كيك، او زي ما انا بسميها الحب كله. ايه رأيكم؟ تحفة جدا جدا. طبعا احنا بنسيبها تبرد خالص خالص خالص، وبعد كده نقلبها في الطبق. اوعوا تقلبوها وهي سخنة، هتتفتت خالص منكم، لازم تبرد خالص منكم. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك. سلام عليكم.